النبي انتصار على بركان مهم معنويا في منافستنا مع الرجاء، ووجودي مع الشعباني في الفرق المغربية شرف كبير بالنسبة لنا. لا مجال للهروب. إبراهيم دياز أمام لحظة القرار. موعدكم مع الحلقة الأخيرة من مسلسل دياز في الأيام القليلة القادمة. كيف تتوقعون نهاية القصة؟ هل يكون النصر مغربيا أم إسبانيا؟ الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ يعود إلى المنافسات. هل سيحتفل حكيم زياش بعيد ميلاده في المعسكر القادم؟ هذه العناوين سنعرف تفاصيلها في هذا الفيديو، وبدون مقدمات نرجو منكم محبي قناة ميديا الكرة دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة إذا كنتم من مشاهدين الجدد. ونبدأ بسم الله. أكد نصر الدين النابي مدرب الجيش الملكي أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على نهضة بركان ب2-1 في صراعه مع الرجاء الرياضي على لقب البطولة الاحترافية. وقال النابي في ضوء الندوة الصحفية التي تلت مواجهة المباراة: كنا ننتظر أن تكون صعبة ما دام المنافس يملك مستوى عالي ومردوده في تحسن كبير ومدربه يملك الخبرة في هذه المباريات الكبيرة. وواصل: عزيمة اللاعبين كانت كبيرة لأن نتيجة المباراة مهمة جدا في تحديد مسار البطولة مستقبلا، وفي أسوأ الحالات الخروج بالتعادل، ولهذا وضعنا الانتصار ما بين أعيننا. أكدنا قوة شخصيتنا وشخصية فريقنا حين عدنا في النتيجة. كانت هنالك ردة فعل وتدبير في الشوط الثاني، خصوصا وأننا علمنا أن نهضة بركان ستنزل بثقلها وكنا في المستوى في مواجهة المرتدات. وأكمل حديثه بالقول: الفوز ليس معنويا فقط بل على مستوى المنافسة مع الرجاء. نأخذ مباراة بمباراة ونعطيها التحضير الذي تستحق. الدولي المغربي نصير المزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني يعود إلى الميدان بعد غياب لأسابيع بسبب الإصابة. وحسب صحيفة كيكر الألمانية فإن المغربي نصير مزراوي سيعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي في بداية أبريل القادم على أبعد تقدير إلى جانب كينيسي كومان. وكان نصير مزراوي قد بدأ يوم الاثنين الماضي عملية الجري على العشب تمهيدا لعودته للمشاركة رفقة فريقه بعد التعافي من الإصابة. وفي حالة تأكد موعد عودة نصير مزراوي في أبريل القادم فقد يغيب اللاعب عن ودية منتخب المغرب أمام أنغولا وموريتانيا. انتقادات كبيرة ولاذعة طالت كارلو أنشيلوتي الذي لعب بالنار أمام لايبزيغ الألماني في إياب الدور الثاني لعصبة الأبطال. تجاهل أنشيلوتي اللاعب إبراهيم دياز صاحب الهدف الذي وصف باللوحة الفنية في الذهاب. دياز الذي اختير أفضل لاعب في تلك الجولة وبأفضل هدف أبقاه أنشيلوتي في الدكة، وهو موقف وليس فقط مجرد قرار غريب للإيطالي. قال منعم بالمقدمة الصحفي بجريدة المنتخب على خطى لامين يامال وثلاجته مع برشلونة لغاية إقراره اللعب باللون الأحمر الذي ترتديه الأروخة وليس أحمر الأسود. ما يثار اليوم أن دي لا فوينتي حضر أمس ملعب برنابيو وكان له لقاء مع أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز، حيث هناك ضغوطات قوية تمارس كي يلعب دياز للماتادور، أو أن اختياره الفريق الوطني سيحرم النادي الملكي من لاعب أوروبي ويندرج ضمن خانة المحترفين القادمين من خارج أوروبا، وهو ما يفقده امتيازا هاما تسعى خلفه الأندية الأوروبية. فهل تعتقدون أن ثلاجة دياز يوم أمس تندرج ضمن هذا المخطط؟ هل تعتقدون أن ريال مدريد يهمه كثيرا أن يكون لاعبه مع منتخب بلاده؟ وهل تعتقدون أن هذا الملف قريب في السيناريو والإخراج من ملف يامال؟ لكم مساحة التعليق. إلا أن اللاعب الدولي السابق يوسف شيبو علق مهاجما إبراهيم دياز وهمس في أذنه بصوت إنستغرامي يقول: تمثيل الوطن لا يحتاج انتظار أو مساومات. إبراهيم، المغرب كبير بمن فيه ومن يريده. لكن الصحافة الإسبانية متأكدة بل ومعتقدة أن دياز صار موشحا بألوان الراية المغربية، وهو ما جعل خوسيه فيليكس دياز راديو ماركا يصرح: ريال مدريد أعطى الموافقة لإبراهيم دياز في حال قرر تمثيل المغرب ولن يعرقل اختياره اللعب مع المنتخب المغربي. وتقول تقارير صحفية لويس دي لافونتي يتجه نحو سحب اسم إبراهيم دياز من لائحة المنتخب المغربي. إبراهيم دياز اتخذ قراره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله، وأخبر ريال مدريد باختياره
الإعلان عن ذلك سيكون قريبا جدا، وقد يكون اليوم على أقصى تقدير. متعودون في شهر مارس أن نشاهد احتفالية حكيم زياش بيوم عيد ميلاده. في هذا الشأن دون الصحفي منعم بن قدم كلاما يقول: عيد ميلاد سعيد حكيم زياش، ولكن نقول هذا لأنه تعودنا عليه خلال معسكرات مارس السابقة. كان يحتفل هنا بعيد ميلاده، احتفل به وحيد بكعكة صغيرة، ورد عليه وليد بقالب حلوى عملاق ليبرز له الفارق والاختلاف في كيفية التقدير والاحتفال. ميلاد زياش يصادف يوم 19 من مارس بمشيئة الله تعالى، وغالبا يأتي مصابا ولا يلعب، وهو نفس وضعه الحالي. زياش بالكاد عاد من أمستردام التي قصدها لاستكمال العلاج، وقبل معسكر الفريق الوطني سيكون على الأرجح قد لعب مباراة واحدة مع غالاتا سراي. لذلك المنطق وعطفا على ما حدث في كوت ديفوار يفترض أن لا يحضر زياش، وأن تمنح الفرصة لبديله أخوماش المتألق والجاهز مع غواصات فيا ريال. هكذا يقول المنطق، وهكذا تقول الحكمة، كي لا نكرر نفس أخطاء السابق. وحتى لو لم يحضر سنتمنى له عيدا سعيدا. دمتم في رعاية الله محبي قناة ميديا الكرة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.